اصلي فلان، وكاله فلان، تيوان، وبعد تحصل احيانا اسر من اسر نفس الاسماء احيانا ولا نفس الالقاب، هذا بقريه وهذا بقريه، هذا سابر وهذا قال لك ما في سابر، يدخل دي مشتو خارج دي مشتو، بس يعني مزاج. مع ان في ناس ما شاء الله محترمين وطيبين وعندهم مهارات ودكاتره واكاديميين جدا، ولا علاقاتك يعني ما يجوز حيث ما ماشي اصل، الا اذا ادم ماشي اصل، فانتم كلكم افسال طرف، ولا ادم قبيلي، فالناس كلهم قبائل على قولتك. كيف عاد البلد قاعد تصلح واحنا احنا جالسين سنين، فلان قبيلي وفلان وسط وفلان طرف. لا تتحمل الله الحين نقول الحين نتعثر الشهود كما قال الشعب هذا الموضوع. الله يحفظك. كم مضى من الوقت؟ كم قليل من الوقت؟ كم؟ لا ما يعني. واللي يفرق هذا هو هنا عندنا خابرك أولا. والسلامة الله يبارك فيك حضرتك. تمام. هكذا في طول عادي. قال أقرأ حق الكلام. طيب يا أبو علي وين أقرأ حق الكلام؟ وين نفسي قلبي؟ عيد عادي، عيد وأنا قريب مش مشكلة. الله يحفظك يا حافظ، الله يكرمك. عادي. أهلا وسهلا. الله يكرمك، الله يكرمك. أهلا. زيارة كريمة إن شاء الله تعالى. إلى أين؟ إن شاء الله إن شاء الله ربي يسهل بإذن الله تعالى ونزورك حاضر. الناس معادن، خيار في الجاهلية خيار إذا فقهوا صحيح. أنت تروح نفسك في المكان اللي يعجبك صحيح. كيف من غزة كونهم مسلمين محسوبين؟ ما تعمل يا أخي. أنا أفدي قلبك يا أبو علي والله العظيم. صحيح أنا وأنت يا أبو علي نتألم من غزة والله، والمسلمين كلهم في حالة جبن وخور وضعف لا يعلم إلا الله. قاموا ناس في كل أنحاء العالم من أجلهم، والعرب والمسلمين أصابهم الله بالذل. أنا هلك وفينا الصالحون. قال النبي نعم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء هذه موجودة. غيرة الله لا إله إلا. جزاك الله خير، جزاك الله خير، أكرمك الله. الله يعين، الله يعين، وفقكم الله وعنكم. الله يكرمك يا أخي، بارك الله فيك، شكر الله. خطب الجمعة عندنا في المسجد في جامع الأخوين بعد مطعم أصل العرب. الله يبارك براسه، الله يبارك براسه، ما دام يدورك شله لك. قال نذرنا لكم بالبلاد كله. هذا يرجع إلى كتب الصحيح. ادخل الآن في البحث على طول، بس اكتب الأحاديث الصحيحة يطلعها لك مع المسانيد. هذا صحيح. لا أصدق شيء لن يتحقق كل شيء إلا بإذن الله تعالى، بإذن الله بتقوى الله. البلاد بلادك، الله يكرمك. أنا أفتي قلبك. نصيحة لطلاب العلم، والله كلام نصيحتي لطلاب العلم يكون ولي يطلب علم عند أي واحد من المشايخ، بس أهم شيء واحدة مهمة جدا، لا يكون شيء يوصلوا أجر عقله وناول من الدكان، يكون يخليه له، يعني يكون يحب يبقي شوية، مش يوصل يمكن الشيخ ويزعله وبعدين يسكب له داخل ايش مشتهي، فجأة مقال لا سنة ولا أقل من سنة إلا وقد خرج هذا كافر وهذا فاسق وهذا ضال وهذا مبتدع واحد أي داخلك، وأنت زعم جيت من البلاد بفضل الله ما أنت عارف لا هذا ولا هذا، لكن يوم أجرت عقلك وأصبح عقلك دكان تتعب. اطلب علم ونقي هنا وما تأخذ إلا ما اطمأنت إليه نفسي فقط. ما أدري في النت تقول كلمة حق. الله يحفظك. ونحن قد خبرنا. الله يكرمك. مزوج سابر مقاك الحين احنا ما كملنا. ما ادري. المهم عندنا حامدين. سلام الله عليك. حياك. احكم الى امريكا بالملايين. كانت تدعي كيف يعني جاءوا سلموا ناولوا توكلوا على الله وانت عاد تسأل على الحكم. قال زل قال تحمل وتروح. تحمل وتروح.
فطالب العلم صحيح لا ينبغي أن يكون إنمعة، وإنما يطلب علم أي ما يشتري، لكن يكون يطلب علم وهكذا هو مقونا ومجلس ومعه عقل رازي. شاف في أمر كذا يشتمل لي قلبي على فلان وقلبي على العالم الفلاني، وهذا مش تمام، وهذا مش من أهل السنة، وهذا يعني ليس على الصواب، وهذا أقول له عفوا الله يحفظك، احنا جينا نطلب علم، قال الله قال رسول الله، لا أتملى قلبي ولا شيء خاطرك. لكن يشتي يجلس وبعد سنة ما شاء الله يخرج اللقاع مع الصبع الصبة الرواح، هذا فلان كافر وفلان فاسق وفلان ضال وفلان مبتدع وفلان لا أرى أن الحق معه وفلان يجي لك. طيب هو جاء من البلاد قبل 5-6 أشهر كان سلم، ايش دي عمل؟ وصل سكب عقله سلم ويجزع عليه فقط. هذا يتعب مرة يتعب ويتعب الآخرين معه. والدعوة تشتي لها بصار وكلمة طيبة، ولو كنت فظا عاتب الله محمد قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا إله إلا الله. خلاص الوقت يا جمالي. الوقت بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح أنا أشتغل في المحكمة، صحيح أنا أشتغل في المحكمة، أداوم من الصباح للظهر في المحكمة، وأدي عمل وتروح بعدها نسرح نطلب الله دعوة إلى الله، نخدم بلادنا، ننفع البلاد، الله يلم الشمل. آمين آمين آمين. آمين. وش وقت صلاة؟ مو وقت صلاة الحين، الحين صلينا عشاء وتروح إن الله يحفظك. أنت تتصل وقت صلاة، وإذا عندكم وقت صلاة طافت قم صلي. صحيح. أما الوضع الأخضري والله يعلم قلوبنا، والله يا أخي يعلم قلوبنا. قال لك خطبة على أمريكا، والله أمريكا هذا الملعونة، أمريكا هذا الخبيث الوسخة، هذا الشيطان الذي أثار النعرات بين المسلمين وقتل المسلمين في كل أنحاء العالم بقيادة هذا المجرم الكلب ترامب. هي رأس الحرب، هي رأس الإرهاب، هي من صدرت الإرهاب إلى كل بلد.